اللي كيف انطلقت في جميع الأقطار العربية والمغاربية، واللي الشباب يعني كان يطالب بتغيير ديمقراطي شامل. أول مطلب كان كيطالب به هو أنه المغرب تولي فيه الديمقراطية، وأنه تنتهي فيه الظاهرة ديال الاعتقال السياسي، ونساليو مع يعني الاقتصاد ديال الريع وديال الاحتكار، ونساليو مع ضرب الحريات والحقوق، ونبنيو المغرب ديال الحرية وديال الكرامة وديال العدالة الاجتماعية. اليوم بعد 12 سنة وبعد صدور دستور ديال 2011 اللي كلشي كان كينتظر بأنه يجي ويكون دستور ديال فصل السلطات، دستور ديمقراطي اللي كمغاربة يشكل لنا واحد الأرضية ديال الانطلاق من أجل التغيير الديمقراطي الشامل، باش يمكن لنا نقلصوا من الدائرة ديال الفقر وديال البطالة، ونقلصوا من الفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية، ونبني واحد الدولة اللي عندها سيادة، واحد الدولة اللي عندها الاستقلال في الاختيارات ديالها، باش يمكن لنا نتقدموا ونعيشوا بكرامة في بلاد اللي احنا كاملين دافعنا باش خرجنا منها المستعمر. ولكن 12 سنة من بعد غادي نشوفوا بأنه الاستعمار الجديد لا زال مستمرا، وأننا كنا كنضلوا من أجل الديمقراطية. دابا المغاربة كيغوتوا غير على الخبز وعلى الخضرة وعلى أنه يمكن لهم يوصلوا واحد القفيفة فيها شي شوية ما يتكال للدراري. المغاربة تيغوتوا تيلقاو المدرسة اللي كانت مدرسة خصها تكون للجميع، فيها تكافؤ الفرص، باش يمكن لنا كنا نقراو كيف قرينا حنا في المدرسة العمومية، وكانت بالفعل فيها الإمكانية ديال الترقي، والإنسان يجي من البادية ويجي منين ما بغى يجي، ومن أي طبقة اجتماعية، يمكن له يكون طبيب، يمكن له يكون أستاذ، يكون محامي، يكون ممرض. ما بقاتش هذه المدرسة باعوها. ثم الصحة، رغم الوهم ديال الدولة الاجتماعية اللي كيبيعوا لنا اليوم الحماية الاجتماعية، اليوم المراكز الاستشفائية اللي كتسمى لي CHU غادي يحلوها، وغادي يديروا يعني مجموعات صحية ترابية في 12 جهة، وغيخليونا عرضة للخواص. كذلك الشأن بالنسبة للطاقة اللي اليوم 45 مليار داتها 4 العائلات، وحتى واحد ما كيقدر يسائل، رغم أنه الدستور يعني فيه واحد المؤسسات الحكمة والمجلس ديال المنافسة قال بأنه هاد الناس كيتفقوا علينا، وقال خصهم يرجعوا شي فليسات ما بغاو يرجعوا حتى حاجة. اليوم المكتب ديال الماء والكهرباء غادي يدار وكالات متعددة الاختصاصات في كل الجهات، مشات لو مشى كل شيء غادي يتباع، الدولة كلها تباعت كلها للتسليع. إذن هذه مناسبة ديال 12 سنة، يعني الأوضاع ديال البلاد زادت تدهورت، ما كاين لا ديمقراطية، لا احترام حقوق ولا حريات ولا عدالة اجتماعية ولا مناطقية، ولا احترام كرامة المواطنات والمواطنين. يلا الوقفة.